سلام يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا عارفه ان شكلي غريب، واحده عامله حواجبها ومش حاطه ميك اب ولفه تربون جديده وغريبه، بس انتوا عارفين انا بحب اجرب يعني. فالمهم، فيديو النهارده عباره عن مشتريات شهر نوفمبر من تخفيضات الجامده جدا اللي كانت عاملاها شي جلام. وطبعا اللي ما يعرفش ان شي جلام دوت براند ميك اب على شي ان، بس كانوا عاملين تخفيضات رهيبه. وعايزه اقول لكم ان التخفيضات دي ما زالت مستمره، فاللي عايز يلحق اي منتج يلحقه، لان فعلا التخفيضات خطيره والاسعار فظيعه. تمام كده؟ فتعالوا كده يبقى نجرب النهارده شويه منتجات كده فيها اختراع من شي جلام. وخلي بالكم ان في ميك اب تاني على شي ان يا جماعه غير شي جلام، فاحنا بنركز، احنا بنشتري ماركه شي جلام. تمام كده؟ فيلا بينا بقى نجرب، عشان في شويه منتجات انا متحمسه اجربهم جدا. قال لك رموش بمغناطيس وايلاينر بمغناطيس وتنت بيتقشر وحاجات كده غريبه. فيلا بينا بقى نجرب الحاجات دي بتقول ايه. يلا بينا بقى نبتدي بالمنتج ده عشان انا متحمسه له جدا، وهو اسمه بيل تو كليب تنت. ده المفروض ان ده ليب تنت بس بيتقشر وبيسيب الشفايف مورده كده، والمهم ان هو بقى بيثبت. تمام. الدرجه اللي معايا اسمها تونج تويستر. تمام. فيلا بينا اللي هي الحمراء، لان هما في منهم درجه اورنج درجه بينك، فاللي معايا الحمراء. يلا بقى عشان متحمسه قوي يا جماعه. اول حاجه بصوا الابليكيتور بتاعتها ليها بوس كده زي المثلث. فيلا بينا ثانيه واحده اجيب المرايه. بصوا انا كده حطيته، المفروض ان هو مكتوب عليه ان احنا نسيبه من 5 ل 10 دقايق، وبعدين نبتدي نشيله لما ينشف خالص. بس طبعا حاولي ان انت ما تجيبيش شفايفك على بعضها، لان هو بيلزق. تمام. ولو اتلزق هيتشيل، فانت تحاولي ما تجيبيش شفايفك على بعضها قبل ما ينشف، ونشيل بقى وبعد كده نشوف. بس طبعا اللي انا متاكده منه ان انت كل ما تقعديه اكتر كل ما اللون هيبقى اقوى، كل ما تقعديه اقل هيبقى الدرجه اقل، يعني انت تقدري تتحكمي في درجه اللون اللي هتبقى على شفايفك. احنا نستنى شويه كده، مش هستنى انا 10 دقايق بصراحه، هستنى اقل من كده وبعد كده هشيل. يلا بينا. بصوا يا بنات شويه لزقت في بعض. يلا بينا ايه نشيل. شايفين؟ شايفين التنت اللي سايبه؟ شايفين؟ بصوا ثابت. طبعا ده مطرح ما كنت انا بشيل. تمام. عايزه اقول لكم طبعا ان انا جربت المنتج دوت. تمام. وثباته تحفه مع الشرب ومع الاكل كل حاجه، بس طبعا لو اكلتي كذا مره وبزيت وبتاع هتلاقي اللون بيقل مش بيروح خالص. فده انا بالنسبه لي كارورو حبيته واديله 9 من 10، بس عشان خاطر ساعات بيلزق جوه. تمام. ومش بتعرف اشيله، فالدرجه دي عشان كده، لكن غير كده انا حبيته جدا. والمنتج اللي بعد كده اللي انا شفت عليه ريفيوز كتير جدا جدا، وقالوا ان هو بديل لمنتج مشهور جدا من ماركه تانية وهي ماركه إلف. تمام. قالوا ان ده احلى وارخص منه 100 مره، اللي هو البرايمر اللي بيلزق، وده بيخلي الميك اب يثبت اكتر. والبرايمر ده اسمه جود جريب هايدريتنج برايمر. تمام. تعالوا كده نشوف اصلا شكل الباكجينج بتاعه خطير. بصوا الباكجينج يا جماعه مش ممكن على الفخامه والحلاوه، بجد فظيع. تمام. تعالوا بقى ايه كده نجربه. هاخد منه بس 2 بامب، مش هكتر. ويلا بينا. طبعا عايزه اقول لكم ان انا اوريدي برضو جربت البرايمر ده على البشره. اول حاجه هو ليه ريحه عشان تبقوا عارفين، بس ريحته حلوه مش وحشه. تمام. تاني حاجه هو فعلا بيلزق جدا وبيهايدريتنج جدا 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 جدا، فخطير. بصوا شايفين؟ تحفه تحفه، وده حاجه تخلي الميك اب يلزق على البشره جدا. تمام. بصوا يا لهوي تحفه. بس انا مش عارفه ده في الصيف الحقيقه هيبقى حلو مع البشره الدهنيه ولا لا، لكن هو في الشتاء اللي احنا فيه ده هيبقى تحفه مع كل البشرات. خطير. بصوا يا بنات توزيع الفاونديشن على البرايمر خطير ازاي. شايفين؟ شايفين متوزع تحفه ازاي؟
خطير. دلوقتي بقى احنا هنجرب الكونسيلر الجديد اللي هو اسمه كومبلكسنج بوست كونسيلر، والدرجه اللي انا هستخدمها دي درجه ساند. ده اول مره استخدمه ككونسيلر، انا كنت جايبه منه قبل كده درجه ايرس، كنت مستخدماها ككونتور وكانت خطيره. فتعالوا بقى النهارده نجربه كده ككونسيلر، يعني ده اول مره استخدمه معاكم ككونسيلر. يلا بينا. الدرجه دي حلوه، هتكنسل معايا الهالات لانها على بيج في سنه صفار كده، فهيكنسل حلو. مش عايزه اكتر لان انا مش عارفه البيجمنت بتاع الكونسيلر ايه. انا لما جربته في الكونتور كان فظيع بجد، كان فظيع. يلا بينا نوزع. بالنسبه للكونسيلر، الكونسيلر دوت تغطيته من متوسطه لعاليه، مش زي بيرفكت سكين. بيرفكت سكين تغطيته فول كفرج تمام من شي جلام برضو، لكن ده ينفع قوي للاستخدام اليومي، خفيف تحت العين، وتغطيته زي ما قلت لكم كويسه، تقدري تبنيها يعني، فلطيف وعجبني، اديله 9 من 10. يا جماعه البرايمر خطير، مخلي البشره ناعمه وكل حاجه سموث، خطير البرايمر بجد. تعالوا دلوقتي هستخدم برونزر تمام. طبعا ده مش جديد، البرونزر بتاع شي جلام ده حبيب قلبي، الدرجه اسمها داي جلام، اعتقد ان عليه برضو عرض ممكن تلحقوه لانه خطير خطير. بصوا يا جماعه فظيع. معلش نقف لحظه هنا، معلش انا عارفه ان انا زودتها بس بجد انا بحب ادي كل حاجه حقها. بصوا يا جماعه اللمعه اللي في البشره، انا مستخدمه فاونديشن مات وثبت بباودر وحطيت البرونزر اللي انا حاطاه مات. بصوا اللمعه دي من البرايمر، رهيب، خطير خطير، يعني خطير. في الشتاء ده يبقى حاجه خطيره بجد. نيجي بعد كده للكيوت بقى. بصوا الكيوت يا جدعان، يا لهوي، ده البلاشر الجديد اللي في المجموعه بتاعه كير بير. بصوا القمر، من الريفيوز بتاعت الناس اكتر حاجه حلوه في المجموعه دي هي البلاشرز بتاعتها. يا لهوي بصوا الودنين اصلا يا لهوي على الكيوت، كيوت قوي قوي، تحفه. يلا بينا نجرب. كيوت كيوت، بس خلي بالك حطي حبه قليلين لان هو البيجمنت بتاعه قوي قوي، فمش هتعرفي تتصرفي فيه، فحطي حبه حبه وزودي. بصوا البلاشر كيوت كيوت بجد، كيوت قوي. تعالوا دلوقتي معايا كمان حاجه اسمها ايس كوين بلمبر، فالمفروض ان ده بلمبر بينفخ الشفايف تمام، فتعالوا نجربه. برضو شكله قمر بجد، شكله عسل قوي. تعالوا نجرب ونشوف ليلته ايه ده. اه عشان كده اسمه ايس كوين، ده بالنعناع يحرق. تحس ان انتوا حطيتوا على شفايفكم هولز يا جماعه. يلا بينا بقى نجرب الهايلايتر اللي بقى قالوا عليه يعني كلام كتير قوي، وانه فظيع وانه مريع وانه تمام، ونيكي توتوريال طلعت انبهرت بيه. فيلا بينا نشوف احنا هننبهر بيه ولا لا. هو انا شفتهم كلهم بيحطوا من البتاع نفسها. يبصوا اصلا الباكجنج عامل زي المركبه الفضائيه كده، انا شفتهم كلهم بيحطوا من البتاع نفسها، فمش عارفه احط من البتاع نفسها ولا احط بايدي. اوه اوه اوه، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، او ماي جاد. لا لا لا، ليهم حق، ايه ده، واو. بس هو يا جماعه لونه على ميتاليك شويه، يعني في الوان، يعني مدي على شويه زرقان كده، على مش عارفه، مش اي حد اكيد هيحطه، بس هو لمعته خطيره. يعني انتي لو الناس اللي ما بيفرقش معاها، هو لمعته انتوا شايفين يعني، اظن واضح. واو. طب تعالوا نحط الجنب التاني كده بصباعنا. اوه 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 اوه، بس ما تكتريش يا جماعه، لا بجد، لانه في حته زرقان برضو كده.
ما تكتريش منه، بس هو لمعته فعلا قويه جدا. هدي الهايلايتر 8 من 10 على قوته، والدرجتين اللي ناقصهم بس على درجة اللون، لو كانت تظبط اكتر من كده يبقى خطير. والحاجه الجديده اللي معايا كمان الست دي المفروض ست ليكويد اي شادو. تمام، عاده الليكويد اي شادو بيبقوا شيمر، فبالنسبه لي المات دي جديده، فالمفروض ان الست دي على فكره فيها درجات، فيها 2 اي شادو مات، وواحد بس هو اللي شيمر. فتعالوا كده نجرب المات. تعالوا نجرب اللون الفاتح قبل ما نجرب اللون الغامق، عشان انا مش عارفه الدرجات اخبارها ايه. استنوا اجيب فرشه. يلا بينا تعالوا نجرب، يا رب يبقى لايق مع البلاشر وكده، لان هو لونهم على نود شويه، والبلاشر اللي احنا حاطينه على بينك. فيلا نجرب. بصوا لونه على نود، شايفين؟ يلا نجرب كده اخبار ايه. اوكي بصوا يا بنات، اندمج على طول. طبعا اللون خفيف لان هو اصلا لون فاتح، بس اندمج على طول، ما كلكعش خالص. وعلى فكره انا مش حاطه اي بيز كونسيلر يعني او حاجه، انا عملت على جفني على طول ونشف، يعني جفني مش مبلول خالص. فتعالوا كده نجرب اللون الاغمق سيكا على اساس بس ايه، نشوف درجه الالوان. هدمج ده هنا على العين دي وارجع اجرب اللون التاني. احطه كده بس في هنا في الكورنر ده بتاع العين وندمجه. اهو شفتوا بقى اللون ده اقوى من التاني. التاني هو مش حكايه اقوى، هو حكايه اغمق فباين اكتر. التاني فاتح، يعني للناس اللي عايزه كده ايه، لون يا دوبك تدي لون بسيط للجفن. تحفه يا بنات، بيتوزعوا بكل سهوله. بصوا اتوزع وما كلكعش، تحفه بجد. ده حلو قوي للناس اللي بتعمل ميك اب سريع كده، اللي هو يلا بسرعه انا عايزه انزل. بجد خطير، عجبني جدا، حلو قوي. هحط اللون الشمر في اول العين. بصوا يا جماعه بيتوزع بكل سهوله ازاي. اللمعه بتاعته بسيطه وناعمه جدا. طبعا انت عايزه تقلي تقلي، بس انا بصراحه مش عايزه اتقل، انا كده تمام قوي. الاي شادو الليكويد اديله 9 من 10 لو هتستخدميه استخدام يومي. يلا بينا بقى نشوف الاختراع ده بيقول ايه. قالك ايلاينر ماجنتيك بتتركب فيه رموش ماجنتيك برضو. فلا يلا بينا بقى عشان متحمسه قوي. تمام، بصوا ده بيجي الباكينج، شكل الباكينج بتاعها. هما 3 رموش. استنى احط لكم بتاع عشان ايوه 3 رموش، التلاتة اشكال مختلفه، ودي حاجه حلوه جدا. بيجي معاهم الملقاط ده بتاع الرموش، وعلى فكره معدن، يعني الخامه بتاعته حلوه جدا. وده الايلاينر. يلا بينا نجرب، يلا بينا. انا عايزه اقول لكم ان ال3 رموش يا جماعه دراماتيك جدا، فانا في الحقيقه مش عارفه انهي واحده هتنفع مع اللوك اللي احنا مش عاملينه ده. فيلا بينا بس نجرب موضوع الايلاينر ده، لان هو بيقولك هنحط الايلاينر وهنستنى عليه شويه. تمام، وعايزه اقول لكم انه ال ال الرموش اللي جايه معاهم فيها بقى الايه، فيها حتت صغننه كده، اللي هي دي المفروض الماجنتيك يعني من جوه. انا هستنى لغايه ما اشوف ده هيعمل ايه، عشان لو ما ظبطتش ما بقاش بوظت العينتين. تمام، هنستنى كده. قالك نستنى دقيقه ولا حاجه او 30 ثانيه ونركب. يلا بينا بنات، لحظه الحقيقه. تمام، خدت الرمش الاولاني، الشكل الاولاني من الرموش. يلا بينا. ايه ده، ايه ده؟ شفتوا وهي بتقفش وبتتشال؟ استنى، اهي اهي، بصوا بصوا قفشت وشدتها، شايفين؟ اهي بصوا، شفتوا قفشت ازاي؟ اهي بصوا بصوا بتقفش ازاي. ايه ده؟ ده بجد. جماعة ده بجد. طب استنوا كده بقى، انا هشيلها وارجع احطها تاني. اهي، ده بجد. انا مش مصدقة. طب هشيلها كمان مرة. اهي،
اهي. واو الله، لا ده الموضوع سهل قوي. هي طبعا يعني انا معرفش مدى قوتها وثباتها قد ايه، بس بص شفتوا انا شلتها وحطيتها كام مره. واو. طبعا عايزه احط كحل ولا حاجه عشان باين قوي، او احط مسكره عشان باين يعني ان في فرق. واو واو. هحط المسكره ديت من شي جلام، تمام، اللي هي البيضه. اظن يا بنات الاختراع ده بجد اي بنت ما بتعرفش تحط رموش، الاختراع ده حللها مشكلتها بجد. انا مذهوله. مسكرتي المفضله الفتره الاخيره من شي جلام. المسكره دي تحفه. يعني الاختراع بقى، نيجي للاختراع بتاع الرموش والايلاينر الماجنتيك. اديهم هديهم 8 من 10. ليه هديهم 8 من 10؟ الاختراع جامد فعال حلو جدا، بس في مشكله، لو الايلاينر ده خلص هنعمل ايه؟ هتبقى رموش عاديه جدا. هي دي العيب اللي انا شايفاه. زائد كمان ان الايلاينر حساس صغير و ناشف شويه، ماسك نفسه شويه، مش ليكويد قوي، فاعتقد ان هو هينشف بسرعه، فساعتها هتتحول الرموش دي لرموش عاديه. لكن اول ما تجيبيها الاختراع تحفه. هديله 7 8 من 10 بسبب الايلاينر. يلا بينا بقى نمسح ده ونحط الروج. حاسين بفرق؟ انا حاسه بفرق صحيح. طبعا هو هيبقى فرق مؤقت لكن موجود. بصوا شايفين انا ما عنديش شفه فوق اصلا، بصوا اتنفخت ازاي. شايفين هو فعال ولكن وقت مؤقت طبعا، بس حلو، احساسه حلو على الشفايف، عجبني. معايا الروج ده بقى اسمه جلام 101 ليبستيك اند لاينر دوي. ده اللي هو او لاينر دو، اللي هو من ناحيه ليب لاينر ومن الناحيه الثانيه الروج، تمام. الروج ده بالذات من اكتر البيست سيلر عند شي جلام، والدرجه اللي معايا اسمها ديب كراميل. انا بصراحه مش عارفه اذا كانت هتليق على اللوك ده ولا لا، بس انا حابه جدا ان انا اجربها، فيلا بينا نجرب لان هي لونها بني. اوه شفتوا لونها بني. درجة الليب لاينر خطيرة. بصوا يا جماعة درجة الليب لاينر رهيبة رهيبة. اصلا بصوا التنت بصوا حطينا فوقيه البلمبر ومسحناه، بصوا التنت قوي ازاي، خطير. يلا نحط بقى درجة الروج. يلا التنت تحفة. احنا ممكن نعمل كده اصلا، ممكن نسيب كده ونحط جلوس، بس انا حابة ان انا اجرب الروج الحقيقة. او ماي جاد تحفة. الدرجة تحفة جماعة. الدرجة مع التنت اللي انا حطاه من تحتها مدية درجة خطيرة. درجة الروج دي خطيرة، اسمها ديب كراميل، خطيرة تحفة. حتى الجلوس مش عايزة احط فوقيها، عجباني الدرجة جدا مع التنت مع الليب لاينر، رهيبة رهيبة. بس طبعا الثبات يا بنات يعني مفيش ثبات عادي، يعني ده تحطيه في شنطتك ترجعي تعيدي عليه، بس هو مات خالص مفيهوش اي لمعة. واو. بس كده حلوين، يا رب يكون اللوك عجبكم. انا اللوك عجبني قوي، عجبني قوي بجد، كل حاجه فيه خطيره. يعني فكره الرموش السهله دي فظيعه، لون الروج، البشره، كل حاجه تحفه. واحقاقا للحقيقه البرايمر على قد ما هو عاجبني وتحفه وخطير، بس لو انت عندك خطوط غائره حاولي ان انت ما تحطيش منه كتير في المناطق اللي فيها خطوط، لانه بصوا هنا شايفين الحته دي عندي خط غائر ابتدى يشقق اهو، وهنا تمام الخطين دول عندي غائرين قوي، فخلي بالكم من الحته دي. غير كده هو ما فيهوش عيب، انا عاجبني بطريقه فظيعه، مخلي البشره شكلها تحفه واللمعه اللي فيها تحفه، خطير. ولا الهايلايتر ده يخرب بيت قوه، يعني ايه ده. لا الرموش فكره الرموش، بصوا انا كده قلت لكم رايي بكل حاجه. الرموش فظيعه، فكره الرموش السهله دي، لا انا مبسوطه والله، مبسوطه جدا باللوك، رغم انه اللوك سهل جدا بس بجد مبسوطه بيه جدا. قلت لكم رايي في كل حاجه بصراحه. ما تنسوش ان انتوا تروحوا تلحقوا العروض اللي موجوده دلوقتي على شي جلام يا جماعه، العروض على المنتجات خطيره. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو دوت وتتابعوني على انستجرام، واشوفكم ان شاء الله على الف خير. باي باي.